السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية لتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، وفي بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به منابر صحفية عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي حرز من ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث وفق البلاغ أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلف بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية بعدما تربص به في مكان اشتغاله بمدار طرقية في حصة عمله الليلي، وقام بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يعمد إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة القروية. كما أوضحت بصارة البحث كذلك أن المشتبه فيهما قام بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. وقد مكنت عملية المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفاقد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعه الإرهابي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا الفعل الإجرامي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين بالمشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شاهدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.